شكرا لزميل العزيز وليد الفراش، شكرا للكباتن الاعزاء في كل مكان، سيداتي وسادتي احبائي في كل مكان، ارحب بحضراتكم في هذا اليوم الكبير جدا من هنا في ملعب المملكه ارينا، حيث اليوم الافتتاحي لهذا الاستاد الجميل في مباراة الاولى من بطولة كأس موسم الرياض، حيث اللقاء الذي يجمع بين انتر ميامي الامريكي ضد الهلال السعودي وسط هذه الاجواء المليئة بالمتعة والجمال قبل انطلاقة أحداث بطولة كأس موسم الرياض، حيث الجميع ينتظر اللحظة التاريخية في هذا الكرنفال العالمي الذي سنشاهد وإياكم في افتتاح الملعب الجديد كينغدوم أرينا، معقل نادي الهلال الجديد، وبالتأكيد أمام انتر ميامي، أمام ليونيل ميسي، وأمام الكثير من النجوم. كل التحايا لكم أينما كنتم، نرجو للجميع أن يستمتع معنا في هذا اليوم التاريخي من هنا في قلب الرياض، هنا على ملعب الهلال الجديد كينغدوم أرينا الذي يستضيف المباراة الأولى في كأس موسم الرياض، وبالتأكيد نحن وإياكم وعبر 14 قناة فضائية، بالإضافة إلى منصات عبر اليوتيوب وعبر شاهد وعبر العديد من المحطات التي تشاركنا نقل أحداث هذا اليوم التاريخي في منطقة البوليفارد، وأمام هذا الصرح الشامخ، أمام هذا الملعب الخيالي الذي يفتتح هذا المساء. بالتأكيد نحن وإياكم في يوم كبير للغاية، ليلة من ليالي الزعيم الخالدة، جمهور الهلال الكبير. لستم في سانتياغو برنابيو أو كامب نو أو الماراكانا، أنتم في بيت الهلال الجديد، معقل زعيم آسيا كينغدوم أرينا، في اليوم الأول، في اليوم الافتتاحي لكأس موسم الرياض، وسط هذه الأجواء المليئة بالروعة، المليئة بالجمال، المليئة بالنجوم، مع ميسي وبقية عناصر انتر ميامي الأولى في الإطلالة الأولى لكينغدوم أرينا، المعقل الجديد لنادي الهلال. كرة أمامية، محاولة في دنيفيش، يلعب كرة عرضية، دفاع تدخل، الإبعاد من جانب يمين بكرة عرضية، خلص الدفاع، من في الانتظار، الحمدان تسديدة لكنها جاءت عالية وبعيدة، وفي الأخير ثم بعد ذلك إلى ضربة في وسط الميدان، لمسة محاولة ميسي، مر لكن دنيفيش تدخل، وبعد ذلك إلى وجود خطأ، يحصل كرة إلى قلب، لمسة لليو، تمريرة وهي ماشية جميلة لكنها بعيدة شوية. جميل اللقطة، التفاهم، التجانس، اللمسة والسحر، على تاب المرمى، والحمدان بكرة وفرصة ولكنها ضاعت ليو. جميلة التمريرة، صعبة بعيدة في هذه الأثناء، حلوة حلوة حلوة، مترو تمرير المين، فيها محاولات ولا زلنا انتظار الهدف الأول. سافيج تغطية، تدخل حكم يشير إلى خطأ لمصلحة سافيج أو عن مصلحة رويز لإنتر ميامي، مرور جميل وتسديدة وكرة لكن فيها تسلل، نعم فيها تسلل. اللقطة الماضية على سواريز، لمسة لسافيج، يا هلال شيء من الخيال، لقطة جميلة خيالية، كرة ولا أروع، الله الله، تيكي تاكا. وصلت الهلال عرضية، الكرة بتعود، فرصة تأتي تصويبة، الله 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 الله. وإن سألوك عن السحر الحلال أخبرهم أنه الهلال، نعم أنه الهلال، هنا الهلال في ثاني صفات عالمية. كرة تلعب عرضية خطيرة لكنها تدخل تسديدة لكنها مرت جميلة، سواريز خطيرة لكن عدت يا بوسكيتس، آسف في اللقطة الماضية، بوسكي كان في اللقطة الماضية. طبعا سواريز مثل هذه المواقف لا تضيع. ميشيل وكرة يا إلهي، يا سيرجي الله على النظرة يا سيرجي. أي سافيتش مرة أخرى تحرك بينية لكنها ولا الخطورة، التمريرة، اللمسة على جهة اليمين، محاولة مرور ولكنها ضاعت، في الأخير تحولت إلى ضربة مرمى. فرصة لإنتر ميامي والتعادل، قد يأتي الفرصة الهدف الأول، فيها تسلل، أي تعادل 2-0 للهلال. حتى لقطة سواريز فيها تسلل، متوتر
لويزيتو في هذه اللقطة، ما إذا كان فيها تسلل أم لا. إشارة من الحكم المساعد بوجود تسلل. شوفها مرة أخرى، شوفها مرة ثانية. الكرة التي كانت لمصلحة غريسيو. حكم اللقاء ماذا يقرر؟ كما استمعنا سيداتي وسادتي، الحكم يشير إلى وجود هدف لإنتر ميامي. نعم، اللقطة وضحت أن الكرة جاءت من المدافع جحفلي ولم تكن من التمريرة. الباب كرة جميلة، لكن للودي مرة أخرى عرضية ولكنها في يد الحارس. هي خطيرة. الحمدان بكرة عرضية وبالراس يا ميشيل الثالث. الله الله، روعة 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 يا ميشيل. أي ارتقاء، لمسة ولا أجمل. هو ليالي الزعيم. لويس إنريكي يعلق على إمكانية عودته لتدريب برشلونة مجددا. علق لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي على إمكانية عودته لتدريب برشلونة الإسباني مجددا بعد قرار رحيل تشافي هرنانديز. وقرر تشافي هرنانديز بشكل رسمي الرحيل عن تدريب برشلونة عقب نهاية الموسم بسبب سوء النتائج. وخسر برشلونة بطولتين خلال أسبوع تقريبا بالخسارة في نهائي كأس السوبر الإسباني على يد ريال مدريد برباعية، والخروج من كأس ملك إسبانيا برباعية أيضا من أتلتيك بلباو، وأخيرا الخسارة هذا الأسبوع من فياريال بخماسية. ووضع اسم لويس إنريكي بكل تأكيد ليكون خليفة تشافي هرنانديز في الصيف المقبل، بالنظر إلى النجاحات التي حققها مع الفريق من قبل من خلال تتويجه بالثلاثية عام 2015. وسئل لويس إنريكي عن إمكانية عودته لتدريب برشلونة، ورد قائلا: هل أرغب في العودة إلى برشلونة؟ ليس لدي ما أقوله في هذا الشأن، لا تعليق.